ده السحور الرسمي عند المصريين. يا خبر ابيض على سعر الفول في المطاعم، بقى حاجة صعبة جدا. ليه احنا بقى نشتريه من المطعم واحنا ممكن نعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة واضمن وانضف بكتير جدا. عندي كيلو من الفول، الحباية الكبيرة مش البلدي، وعندي كمان القمح بتاع البليلة، اخدت حوالي كوباية ونقعتهم من بالليل، يعني حوالي 12 ساعة نقع في مية بعد ما غسلتهم طبعا. انا حطيتهم كده في الحلة وهحط معاهم طماطم مبشورة وجزر مبشور، الكمية اللي تفضليها وتحبيها. انا استخدمت جزراية كبيرة وطماطماية كبيرة واتنين عصير ليمون، بشيل طبعا البذر منه، وبخلي القشر برضو معانا بسيبه كمان عندنا في الحلة كده. وبغسل كوباية كبيرة من العدس الأصفر بتاعنا وبحطها معاهم، وبحط المية كمان. بغطي الفول خالص بالشكل ده، بقلبهم مع بعض كويس وبحطهم على أصغر عين عندك في البوتاجاز، وبغطي عليه وبسيبه مبفتحش عليه غير كل من وقت للتاني عشان أقلبه، وعشان كمان أشوف المية فيه كويسة ولا قلت. المية لو قلت بزود مية مغلية، ما بحطش مية من الحنفية، عشان خاطر المية اللي من الحنفية هتفصل السوا بتاعنا. ياخد حوالي من 6 ساعات ل8 ساعات، ممكن اكتر ممكن اقل على حسب الفول بتاعك سرعته في السوا قد ايه. تمام. ولازم تكون النار هادية جدا. انا مزودة السوائل عشان احنا بنحب مية الفول اكتر. لو انتي بقى مش حابة مية الفول فبتسيبي المية تتبخر كلها، وبعد كده بتحطيه في اكياس التخزين بتاعتك وبتسيبيه يبرد خالص وتحطيه في الفريزر. بيقعد معاكي وقت طويل جدا، ممكن يقعد بال6 شهور مش هيحصل له اي حاجة. احلى واضمن وانضف بكتير جدا من بتاع المطاعم، وأوفر بكتير جدا. أقل كيس فول دلوقتي ب5 جنيه ومش بيكفي أسرة كاملة يعني. تمام. جربيه بقى بالطريقة بتاعتي وقولي رأيك فيه. ولو عجبك الفيديو ياريت بقى تدعميني بان انتي تشتركي في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد. ولو شفتي الفيديو على الفيسبوك ياريت بقى تشيري الفيديو او تعلقي بتعليق حتى لو بحرف عشان توصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. بصي جماله ما شاء الله، تحفة جدا ولونه جميل جدا. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جربيه بقى على السحور وقولي لي رأيك فيه. وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.